السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل فطار سريع كده، وصفة سريعة للأطفال اللي ما بيرضوش يفطروا. شكلها هيبقى حلو وبكل بقى بالإمكانيات، يعني تنفع بالإمكانيات اللي في بيتِك. عندي هنا 3 بيضات، ال3 بيضات دول عملوا لي 4 ترغيفة. حطيت عليهم شوية ملح وفلفل. حابة تضيفي أي توابل تانية ضيفي، أنا في الآخر ضِفت كده حاجتين إيه لنفسي، لإن ولادي مش بيحبوا غير الملح والفلفل. بعد كده بترُبّي بقى البيض وبتقطّعي مثلًا زي ما أنا عاملة مثلًا قرن فلفل رومي، أخضر، أحمر، حابة تضيفي جبنة، حابة تضيفي زيتون، كل اللي عندِك حطّيه. أنا عملت بالمتاح عندي بصراحة. كان عندي لانشون وعندي فلفل رومي ألوان، وكان عندي بيض. فقُلت هاعمل بقى إيه، لإن أنا كنت داخلة بصراحة أعمل البيض عادي خالص، هاعمل بيض وهاقطّع قوطة طماطم وهاقطّع فلفل وهاعمل شوية وجبنة بيضا والكلام ده بس. فقُلت بقى وأنا واقفة كده قُلت لأ، طب ما أنا أعمل إيه، البيض كده بالطريقة دي شكله يفتح النِفس وتحسّي إنِّك بتاكلي بيتزا كده. فبصراحة حاجة جميلة، تغيير يا جماعة من الملل اللي إحنا عايشين فيه. بس كده، فعندي هنا بقى حطيت البيض، يعني جِبت طاسة تيفال وحطيت عليها حبّة زيت وحطيت الرغيف ونزلت بيه في على الرغيف شوية البيض والفلفل كل الإضافات اللي أنتِ عايزة تضيفيها عامةً واللانشون. وبعد كده ولّعت عليها النار هادية علشان البيض يستوي. كده كنت عملت 3 ترغيفة وهنا فاضل بقى إيه، حبّة البيض الأخرانيين دول. قُلت بقى أحط لي أنا شوية زعتر، حبّيت كده إن أنا أحس بطعم البيتزا شوية، وشوية بابريكا حمرا، و وبعد كده قلّبتهم طبعًا وهاسويهم دلوقتي برضه معاكم. وزي ما قُلت لكم هدّوا النار شوية علشان البيض يستوي. وتقلّبيه بقى شمال ويمين، شمال ويمين، بُصّوا بيبقى مقرمش وطعمه جميل، واخد يعني فيه كمان كده إيه من البيتزا شوية، علشان خاطر لو حطيتِ له كمان جبنة موتزاريلا، بس بصراحة الكيس كان خلص قبلها بيوم، فمعلش بقى تتعوّضوا المرّة الجاية إن شاء الله. زي ما باقول لكم أنا كنت داخلة أعمل بس فطار عادي خالص، يعني هاعمل بيض بزبدة عادي ما فيهوش أي مشكلة. فالموضوع اتغيّر بقى وقُلت لأ، أمّا أغيّره كده علشان خاطر إيه، كُلّنا نِفسنا تتفتح وناكل. وادي اللانشون أهو، وهاسيبه برضه على النار عادي خالص. لو وصلتِ معايا لحد هنا يا ريت تحطّي لي لايك، وما تنسيش الاشتراك في القناة علشان هانزّل لكم وصفات سهلة وسريعة جدًا بعد كده. الوصفة دي ما خدتش في إيدي أصلًا، يعني قبل المونتاج وقبل أي حاجة ما خدتش كُلّها على بعضها 10 دقايق بالضبط، يعني أنا يا دوبك بس اللي بيخلّيني أستنى إن أنا مهدّية على البيض النار علشان يستوي بس. بُصّوا بقى طلع منظره تحفة. ال3 بيضات عملوا لي 4 ترغيفة، وفاض لانشون كمان. وما كنتش عاملة على فكرة قرن فلفل رومي أخضر وربع أحمر، لإن الفلفل الرومي الأحمر كبير عامةً.